جانبي محمد السهلاوي. أحييك محمد، ما بين التسجيل والصناعة اليوم استطعتم أن تفوزوا على النصر ذهابا وإيابا. المنطق يقول بأن لديك فرصتين، ولكن النصر يبدو أنه قدم نفسه بشكل جيد على الأقل في هذه المباراة أن ينتصر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله على كل حال، هذه كرة قدم، اجتهدنا وقدمنا مستويات قبل، كنت أقول إن قدمنا مستويات كويسة تواصلت في المباراتين هذه. المباراتين هذه ما نهاية المطاف، احنا بعد المباراة، بعد فرحة اليوم ان شاء الله، بعد تأهلنا هذا للدور الأربعة راح يكون عدد جديد وننسى الفرحة في دور الثمانية. نحاول نرجع للجمهور ان نقول يعني انه راح نخليكم ان شاء الله يعني قد ما نقدر نقدم مستوى يرضيكم ونتيجة كذلك. اليوم هل هو مفاجأة بالنسبة لكم البحث عن الهجوم من بداية المباراة؟ لا بالعكس، كرة القدم يعني في حالات ندافع، في حالات نهاجم، قدرنا يعني نستغل الهجمات اللي جتنا والحمد لله على كل حال. الشوط الأول كنت مهاجما نعم، ولكن في الأدوار الفنية تلجأ إلى الدفاع بشكل كبير. الشوط الثاني أعتقد بعد كرة سعود كانت أول الكرات اللي تشوفها على خط 18. أكيد كان عندنا تطبيق شيء معين من المدرب، كنت طبقت الشوط الأول. الشوط الثاني قدرنا يعني بحكم ان الشباب محتاج ان نتيجه اكبر، الهدفين بشكل كبير وبشكل اسرع. الحمد لله احنا قدرنا نسجل، ويعني ضأنا يعني خلينا يضاعفون فرصتهم في الفوز، يعني انهم تتعقد شوي عليهم. الحمد لله قدرنا احنا نسجل الهدف الاول، تعادلوا بس ردينا بالهدف الثاني على طول. يعني بعد الهدف الاول بالنسبه للشباب، المنطق يقول ان الشباب هو من يكون يملك الثوره، يبحث عن الانتصار. النصر يجب ان يتراجع. على طول انتم رديتوا، كان في شيء مسبق ام انه الظروف خدمتكم؟ التركيز كان عندكم كان اعلى من الشباب؟ احنا اكيد كنا قبل الاسبوع، طول الاسبوع كنا حاطين احتمالات كامله، يعني في التمارين مع المدرب كنا حاطين احتمالات ان جانا فينا هدف لو سجلنا نقدر نعدل النتيجه ونقدر نضاعفها. الحمد لله طبقنا الشيء اللي كان مطلوب منا من المدرب، وهذه يعني كانت من فتره، والحمد لله اليوم تحققت بالنتيجه. كنتوا تهدون خالد الزيلعي واجد مع نهايه المباراه؟ لا بالعكس، لا احنا قاعدين نسلم على بعض، وفرحه الفوز يعني فرحه المباراه يعني. مبروك. الله يبارك. مبروك لمحمد السهلاوي. عموما الحديث الاخير لهذه المباراه برفقه ناصر الشيبان وخالد الزيلعي. ناصر تفضل. شكرا لك يا عبد الله. بالفعل معي الكابتن خالد الزيلعي. كابتن احييك في البدايه، الف مبروك الفوز. اليوم تقدم من مستوى، نتكلم كابتن في البدايه من ناحيه فنيه. اليوم شاهدنا الوسط الايمن والوسط الايسر في نادي النصر، هناك ضغط كبير على الاظهره في نادي الشباب، فقدت خطوره الشباب من ناحيه الاطراف. حتى الهدف الثاني اتى من صناعه الكابتن خالد الزيلعي. بسم الله الرحمن الرحيم. احب ابارك للامير فيصل بن تركي والجماهير النصر واداره واعضاء. الحمد لله قدمنا مباراه كبيره اليوم، امتعنا واستمتعنا والحمد لله على كل حال. يعني ان شاء الله هذه خطوه اولى في البطوله، عندنا مباراه مهمه ان شاء الله، ننتظر الاتفاق والفتح، نفكر فيها تفكير يعني يمكن هي اصعب من المباراه هذه. باذن الله ان شاء الله نقدم اللي علينا ان شاء الله ونمتع جمهورنا باذن الله. كابتن اتكلم داخل الملعب اليوم كان في شد وجذب بين كابتن خالد الزيلعي وعدد كبير من لاعبي الشباب البرازيلي ويندل، ايضا حتى تفاريس، شاهدنا هناك شد وجذب. كابتن شو اللي دار بينكم؟ لا ابدا، انا من ناحيتي انا جالس العب كوره واقدم وامتع جمهوري، لا صار شد بيني انا واحد ولا شيء. هذا شفنا الكابتن حسين عبد الغني، محمد عيد كانوا يهدون، كانوا يتكلمون معك؟ لا بس هم يعني تعرف يعني قالوا لي ابعد من المنطقه اللي كان فيها زحمه وكذا. ابدا ما في شيء، يعني انا امتعت جمهوري اليوم اللي حضروا من ابها، من المدينه، من جده، من كل مكان. احترمهم وامتعهم، اقل شيء يطلعون من المباراه وفي استمتاع. كابتن تكلم صراحه اليوم، حتى الدخول على خالد الزيلعي اللي يتضح كابتن انه في شيء دار بينكم في الملعب صراحه. انا بالنسبه لي ما بيني وبين اي احد اي شيء، كلهم على راسي، لا لعيبه الشباب ولا لعيبه النصر ولا ادارتهم ولا جماهيرهم، كلهم على راسي واحترمهم كلهم فرد. انا استمتعت في الملعب والحمد لله اليوم مروق، ابدا ما في شيء. حياة الجماهير كثير كابتن خالد. اكيد يا اخي والله يستاهلون كل خير، يعني يوم تشوف الواجهه يعني تشوف جمهور النصر، يعني والله العظيم يستحقون بطولات، مو بطوله واحده. ان شاء الله نقدم لهم. يعطيك العافيه كابتن. شكرا للكابتن خالد الزيلعي الذي تكلمت معه، كانت هناك اجوبه دبلوماسيه. الف مبروك لنادي النصر، هذا لك نادي الشباب. هذا كل ما لدينا حتى الان في منطقه الفلاش انترفيو، لنا تغطيه ان شاء الله في منطقه المكزون. الان تحول لك زميلي عبد الله الفقير في الاستديو التحليلي. عبد الله تفضل. شكرا عبد الله. اهلا بكم من جديد متابعينا. رئيس مجلس اداره نادي النصر صاحب السمو الملك الامير فيصل بن تركي، احييك من المكزون المخصص لهذه المباراه. ابارك لك التاهل حينما كنت قريبا من اللاعبين. يبدو انه الفال النصراوي والحظ يكون معك في الانتصار. اسالك عن تفاصيل المباراتين وليس هذه المباراه. بالتاكيد تاتي امام فريق بطل للدوري وتنتصر في مباراتين هي المباراتين اللي خسرهم الشباب في مسابقات الدوري هالسنه.
شوف يعني الحمد لله احنا من المباراة الأولى يعني عاقدين العزم على هالبطولة. طبعا احنا قربنا خطوة هالحين، نصف النهائي طبعا حننسى المباراة هذه وحنبدأ نستعد لنصف النهائي. الحمد لله طلعنا اليوم من المباراة بدون كرت لأي لاعب، فهذا شيء جيد جدا، وبيكونوا لاعبينا كلهم متواجدين ولا في إصابات الحمد لله إلا بسيطة يعني. الحمد لله أهني الجمهور النصراوي اللي وقف مع ناديه اليوم. كما ذكرت معاكم في اللقاء السابق انه كونوا موجودين يا جمهور النصر وعندكم رجال في الملعب، والحمد لله بيضوها وفزنا بالنتيجه، يعني لا ان خسرنا 1-0 ولا تعادلنا. عن التفاصيل الفنية يمكن من المنطق أن تبحث عن فرصتين اليوم، ولكنك تبحث عن الفرصة الوحيدة وتنتصر أمام فريق بطل. السؤال يعني ما الذي ضاعف هذه الإمكانيات في نهاية الدوري بالنسبة للاعبين؟ ما الذي أظهر هذه الإمكانيات في الدوري لم تستطع أن تنتصر على الشباب؟ المشكلة ما حد كان مصدقني لما قلنا لهم اصبروا بس. لا هم مصدقيني أنا ولا مصدقين الأمير وليد. في هذيك الفترة نقول لهم اصبروا، في نهاية الموسم بيكون فريقكم فريق ممتاز إن شاء الله. احنا يعني لو تشوف اليوم لاعبين سعوديين هم اللي بيمثلونا، يعني لاعب أجنبي لاعب من الشوط الأول بوغاش، وريتشي دخل في آخر الوقت لإصابة محمد السهلاوي كما ذكرنا سابقا العام الماضي. وأحب أذكر جميع الإخوان اللي كذبوا هالفكرة، احنا عندنا لاعبين سعوديين أبطال. فأحب أقول إنه لو المباراة اللي فاتت فزنا 2-1 وجينا هنا انهزمنا كان شيء ثاني، لكن تحقق فوزين على فريق بطل الدوري وفريق قوي، هذا شيء يثبت للناس مدى قوة لاعبينا الحمد لله وفريقنا عناصريا. برضو إذا حينما ذكرت العنصر الأجنبي لماذا لا يشارك بفاعلية؟ خلني أقول نعم لديك لاعبين محليين، ولكن أيضا في ذات الجانب هناك خيارات لم تكن موفقة أن يكون اللاعب الأجنبي المنطق أن يكون أساسي. شوف احنا ما توفقنا بعض الخيارات، لكن المدرب يقول اللاعب الأجنبي أو اللاعب السعودي الأفضل هو اللي راح يلعب، فهذا اللي حصل. الآن الاستعداد للدور القادم من أجل النهائي، كيف يمكن أن تستعدوا بشكل جيد؟ اليوم النشوة والحضور الجماهيري كان حاضر، سيرشح النصر لهذه البطولة، سينتظر في النهائي، كيف يمكن أن تسيطر إداريا على مثل هذه المواضيع؟ الحمد لله حنا يعني في المباراة السابقة فزنا وجمهورنا كان منتشي، نسينا هالفوز وفكرنا في مباراة اليوم. طبعا نفس الشيء حيحصل للمباراة القادمة بإذن الله. بعد نهاية المباراة كانت التحية بينك وبين رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، نحييكم على هذه الروح وعلى هذه التحية. لا الحمد لله احنا كلنا أندية شقيقة، والأخ خالد البلطان عزيز وغالي علينا ما يحتاج. في الأخير من تتمنى في المباراة المقبلة؟ الفتح انتصر بالأمس على الاتفاق هدفين مقابل هدف، تراه الأقرب أم تتوقع فريق آخر؟ اللي يجي الله يحييه. شكرا يا عبد. شكرا لصاحب سمو الملكي الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر.